لما نزلت اخر وصفه للفراخ كتير قوي هاجمني وعمال يقول لي هنجيب منين فراخ وهنعزم ازاي وهنعمل ايه. احنا عايزين وصفات ما فيهاش فراخ ولا فيها لحوم. فقلت بصوا هي دي وقتها، هنعمل اكله سهله جدا وسريعه ولا فراخ ولا لحوم. بس الاول بسلم عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير وان شاء الله هتفرج يا جماعه وما تزعلوش قوي كده. بالذات على صفحه الفيس التعليقات كتير جدا جدا، ازاي هنجيب فراخ، احنا معناش تمن اللحمه، احنا معناش ان احنا نعزم حد. بصوا حسسوني ان خلاص القيامه هتقوم. الله المستعان يا جماعه، وندعي ربنا كده ان شاء الله ربنا يفرجها على الجميع. يلا بينا على طول ندخل على وصفتنا علشان ما اطولش عليكم. حطيت حله على النار وفيها معلقه من السمنه ومعلقتين من الزيت. اول ما سخنوا حطيت معلقه صغيره من الثوم المفروم، ومعايا كوبايه من البسله المجمده حطيتها على طول بعد ما الثوم اتشوح حاجه بسيطه، هو ما اتحمرش يا دوب اتشوح. بعد كده معايا كمان كوبايه من الفاصوليا الخضراء. الحاجات دي او الخضار دي انا كنت مفرزاها من الشتاء اللي فات. تمام. الهدف ان احنا نفرز الحاجه في اوانها او في موسمها، ان هي كده بيكون سعرها هادي، ما بتكونش غاليه. او دلوقتي هتلاقي فاصوليا بس هتلاقيها سعرها غالي، مش هتلاقي غير البسله المجمده. فمن الافضل انك تفرزي الحاجات دي في موسمها عندك في الفريزر، واظن كلنا عندنا فريزرات يعني. هتنفعك في وقت تكوني محتاجه تطبخيها، مش هتضطر ان انت تشتريها بسعر غالي. تمام. وبعد ما شوحنا بقى البسله والفاصوليا، معايا كمان كده يعني تقريبا كوبايه من الجزر، على طول ضفتها عليهم وشوحت وقلبت شويه. بعد كده معايا حبايتين من البطاطس. وبالنسبه لكميه الخضار فانت حطي خضار على حسب ما بتحبي، وكتري من نوع الخضار اللي انت بتحبيه اكتر او ولادك بيحبوه اكتر. هقلب بس الخضار مع بعضها كده شويه. ريحه الخضار مع الثوم كده البسيط دي ممتازه جدا. وصفه صحيه وسهله جدا وبسيطه. بعد كده هبدا ان انا احط شويه ملح صغيرين، انا مش هكتر ملح لان هستخدم مرقه موجود فيها ملح. هنا بقى كمان ضفت رشه بسيطه من الكمون. وبعد كده هدي تقليب شويه. وكالعاده اللي متابعني عارف ان انا لما بكون سلقه مثلا فراخ او سلقه لحمه او بط ايا كان، اي مرقه عندي بتكون متبقيه بحطها في كيس واحطها في الفريزر. لما اكون حابه ان انا اعمل اكله ارديحي مثلا ما فيهاش لحوم ولا فيها حاجه بس محتاجه المرقه بخرجها. اول ما الخضار اتشوح معانا كويس جدا ضفت مرقه الفراخ على طول فوق الخضار بالشكل ده. بس عايزه ادوق بس كده عشان نظبط الملح بتاعها. هي ملحها مظبوط، مش محتاجه بس غير ان انا ابقى اضيف شويه كده ايه فلفل اسود صغيرين. هنا بقى خلاص الخضار غلي، هبدا ان انا اهدي عليه النار واسيبه يستوي شويه قبل ما اضيف الكوسه. انا عامله كده تشكيله خضار يعني علشان خاطر بس اليومين دول محتاجين ان احنا نشرب شوربات وسوائل كتير. فهنحط حله الخضار على نار اهدى شويه، وبالمره واحنا شغالين كده هنعمل جنبها شويه رز بالشعريه لذاذ جدا. في حله برضو هنا معايا معلقتين من الزيت ومعلقه من السمنه. دايما بحب اطبخ بالسمنه والزيت مع بعض. اول بقى ما يسخنوا كويس جدا معايا كوبايه من الشعريه، وطبعا الرز بتاعنا غسلناه غسله كويسه وسبناه يتصفى. خلاص هنا هضيف كده تقريبا كوبايه من الشعريه، وقللي الشعريه وزوديها حسب راحتك وحسب امكانياتك. تمام. يا رب تحطي معلقه شعريه واحده. بعد كده هقلب الشعريه لحد ما لونها يتحمر شويه، ومن وقت للتاني كده ايه بدي تقليبه بسيطه اخلص للخضار. خلاص هنا ما شاء الله الشعريه اخدت اللون اللي احنا عايزينه وكده لونها ممتاز جدا. هضيف بقى كوبايتين ونص من الرز، وهقلب الشعريه مع الرز شويه لحد ما حبات الرز كده تلمع وتتشمع بالماده الدهنيه اللي مع الشعريه. ريحه الخضار كده تحفه. اكله سهله وبسيطه وسريعه هتعمليها في اقل وقت ممكن، وكمان اظن ان هي مش مكلفه يعني. حبايتين كوسه مع حبايتين بطاطس مع شويه بسله او شويه فاصوليا، الخضار المتوفر عندك استخدميه. خلاص كده الرز تمام قوي. محتاجين بقى ان احنا نضيف عليه الميه سخنه دلوقتي. بالنسبه لكميه الميه هتكون نفس كميه الرز. ضفت بس كده معلقه من الخل بتحافظ على لون الرز، حتى لو فضل تاني يوم بتفضل حبات الرز بيضه كده ما بتصفرش. وما تقلقيش من الخل، هو طعمه ما بيبانش ولا ريحته بتبان في الرز اصلا. بعد كده هنضيف الميه المغليه علشان خاطر الرز ما ياخدش وقت كتير على النار وهو في الميه فيعجن منك. حلوه كده. ظبطنا بقى الميه. وبعد كده هنضيف الملح. انا هضيف معلقه صغيره مليانه من الملح على الرز ده. ضيفي الملح على حسب ما بتحبيه. تمام كده. بس هضيف شويه ميه صغيرين كمان علشان خاطر اظبط الميه، انا دايما بضيف بالبركه يعني. لكن انت لو لسه بتتعلمي الطبخ الرز المصري
يعني لو هتستخدمي كوبايتين رز يبقى كوبايتين ميه، وفي انواع رز بتاخد كوبايتين وربع ميه. خلاص كده هنغطي بقى على الرز لحد ما يتشرب الميه اللي فيه على نار فوق المتوسط. تمام. تعالوا بقى كده نبص على الخضار بتاعنا، وهنضيف الكوسه، والكوسه ضفناها اخر حاجه لان هي يعني اكتر حاجه من الخضار بتاخد وقت سوا اقل. كمان البطاطس اللي انا استخدمتها النهارده من البطاطس اللي هي بتستوي بسرعه، فانا لو كنت اعرف كده كنت هضيفها مع الكوسه، لانها ما شاء الله شايفين استوت قبل ما اضيف الكوسه اصلا. خلاص حصل خير. هبدأ بس ان انا اضيف رشة فلفل اسود بسيطة على الخضار اللي في الحلة، ونزوده كمان شوية مية. اظن لحد كده احنا بنعمل شوربة خضار سهلة جدا وبسيطة. طيب لو انت عندك الولاد بيحبوا شوربة الخضار كده ما بتكونش مثلا زي الطبيخ، هتسيبيها تستوي وتقدميها زي ما هي كده، مش محتاجة ان انت تضيفي عليها اي حاجة تاني. لكن بصراحة انا ولادي وانا كمان ما بنستريحش قوي في شوربة الخضار من غير ما يكون عليها صلصة. فحولتها انا بقى على طول لطبيخ. انا عندي كمان صلصة متسبكة في الفريزر وعليها بصل، خرجتها فكت براحتها خالص، وهضيف الصلصة في الوقت ده. طيب لو انت هتستخدمها برضو شوربة خضار من غير صلصة، قطعي بصلايه صغيرة وحطي عليها رشة ملح ورشة فلفل، ومروتيها كده او ادعكيها بايديكي، وبعد كده ضيفيها على الخضار مع الكوسة، وهتسيبهم بقى يستووا مع بعض كده، هتاخدي ألذ واطعم شوربة خضار او خضار مسلوق في حياتك. بعد كده زي ما قلت لكم انا ضفت رشة فلفل ورشة شطة، وبعد كده هقلب وهغطي عليها بقى واسيبها تستوي، وعلى ما تكون هي استوت هيكون الرز هو كمان استوى وبقى زي الفل. تمام. عملنا اكله سهله وسريعه واقتصاديه، وكمان معايا مكون اختياري هو خلطه بهارات كده من كنور. دي مرقه اللحمه، عندك استخدميها، ما عندكيش تقدري تستغني عنها خالص. تمام. خلاص بقى هكمل الوصفه بتاعتنا على نار هاديه، الاتنين يستووا بقى كده مع بعض، وبصوا 10 دقايق كده بالظبط وهنكون جاهزين ان احنا نغرف الاكل اللذيذ بتاعنا. شايفين بقى جمال الرز، انا ما قلبتوش ولا حطيت فيه معلقه. ههدي عليه النار واسيبه يستوي براحته، وانا مستخدمه قدامكم حله ستانلس علشان خاطر البنوتات الامارات بيشتكوا لي ان هو لما بيعملوا رز في الحله الستانلس بيلزق، الرز مش لازق معانا خالص. زودي كميه الميه غير العادي، وسوي على نار في الاول متوسط، وبعد كده هدي واستخدمي العين البوتاجاز المناسبه لحجم الحله. بص بقى الحله ارضيتها ما فيهاش حبات رز لازقه. خلاص بقى دلوقتي جاهزين ان احنا نغرف الاكل بتاعنا. واهم حاجه قولي بتتابعيني من انهي بلد، وعجبتك وصفتنا السهله والبسيطه ولا لا. بس ده ما نمنعش ان احنا هنعمل فراخ تاني، حتى لو مره في الاسبوع، مرتين، مره يا ستي بلاش مرتين في الاسبوع هتعملي فراخ علشان خاطر الاولاد. ربنا يوسع علينا وعليكم. تعالوا بقى شوفوا جمال الوجبه بتاعتنا، اظن سهله جدا وبسيطه. في نفس الطبق كده اللي غرفت فيه الرز، انا هغرف لكل واحد طبق بالشكل ده. هاخد بقى شويه خضار، واظن بقى احنا عاملين تشكيله مخللات قبل كده مع بعض كلهم استووا الا الزيتون. هناخد بقى على جنب كده يعني كام واحده من الزيتون المفروغ اللي عملناه مع بعض، ما شاء الله استوى بقى زي الفل، والمراره بتاعته مش موجوده خالص. وبكده نكون عملنا طبق لذيذ اقتصادي اظن، وان شاء الله يعجبكم وصفتنا النهارده. اترككم بقى في رعايه الله واستنونا ان شاء الله في حلقه بكره، ومع السلامه.